لا سحر ولا شعوذه. لو قدامك 3 كيلو ممبار هتبصوا هتنضفوهم في 5 دقايق. بصوا من غير اي حاجه والله العظيم، يعني بحاجات بسيطه خالص بدائيه في البيت هتنضفي. بصوا الممبار، بصوا من غير اي حاجه خالص في ثواني. بصوا بقى جبت هنا ازازه اي حاجه، ازازه زيت، ازازه كولا، ازازه اي حاجه خالص، يعني انتوا فاهمين، ما تكلفوش نفسكم اي حاجه في البيت. تمام، جبت هنا الازازه طبعا يعني عايزه ان انا اخد الرقبه بتاعتها، بس مش عايزه ان انا الازازه بقيه الازازه وكده، فاقطعها كده زي ما انتوا شايفين باي سكينه حاميه عندكم. بس طبعا عشان ما تتعوروش يعني اوعوا ايدكم بس وكده. اهم حاجه بصوا بقى هنعمل ايه، خرم صغير خالص كده في رقبه اللي هو في الغطا بتاع الازازه. ماشي، عشان ايه؟ ده اللي هينضف الممبار بقى، ده السحر. جبت كده الايه، المقوره بتاعت البتنجان العاديه خالص، حطيتها كده على النار شويه. على فكره بترجع تنضف تاني، ما تقلقوش، السواد ده بينضف تاني، مفيش اي حاجه يعني. بصوا عملت خرم صغير خالص زي ما انتم شايفين. عايزين تعملوا يعني، انا بصراحه عملت خرم كبير شويه، ماشي. عايزين تعملوا صغير، صغروا شويه بقى. بصوا بقى يعني انا بجيب الحواف كده برضو، بمشي عليها كده بالمقوره اللي هي برضو اللي فيها الحته السخنه وكده علشان ما تعورنيش. بجيب بقى الممبار العادي خالص، طبعا بيبقى فيه طبعا دهون، والدهون دي بشيل منها شويه بالمقص. وفي يعني اصلا هي اللي بتحلي الممبار، الدهون دي اصلا بتسيح كده مع الرز وبتخلي الممبار حكايه. بقلبه زي ما انتم شايفين كده بالميه. وبجيب بقى هنا الايه، الازازه. بصوا بتنزلي بقى كده بقى يعني ايه اهو، بتشيل كل حاجه، كل حاجه بتمشي عليها مرتين. مثلا اول مره اهي، المره التانية مش هتشيل اي حاجه، يعني مش هتشيل كتير، انتوا فاهمين، بس هتنضف لك بقى الدنيا اهو. بصوا تحفه تحفه بجد، ولا انك كل شويه ايه تعملي بالسكينه والسكينه تعورك والكلام ده كله. المبتدئين طبعا دي افضل طريقه. يلا بقى اضغطوا لايك على الفيديو، واعملوا اشتراك في القناه، وفعلوا الجرس طبعا، وشجعوني بقى، انتوا شجعوني كتير. بصوا بقى النهارده التصوير النهارده مختلف، لان انا الحمد لله باركول اخوك ابو جبل طبعا جاب تليفون جديد وبصور لكم منه دلوقتي. بصراحه يعني حلوه قوي، قولوا ما شاء الله. ماشي، هنا بقى بقيه الممبار. بصوا شايفين اصلا الممبار مش متنضف خالص خالص خالص، جاي بدائي خالص يعني. هبتدي ان انا ايه، آه يعني بغسله اول حاجه، وبشيل منه الدهون اللي بتبقى حواليه كده، مش بشيلها كلها، ماشي، بشيل جزء. وبقلبه كده بالميه بكل سهوله. ماشي، وهبتدي ان انا ايه، اجيب بقى طبعا الازازه بتاعتي هتنضف لي تمام كل حاجه اهو. بصوا انا بشد طبعا بالعافيه اهو. شايفين بقى كل الحاجات، الماده اللزجه اللي بتبقى حوالين الممبار دي اتشالت بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده، اتشالت. بصوا على طول بقى انا بمشي عليها مرتين بصراحه عشان اتاكد ان الممبار ما فيهوش ولا الهفوه كده. علشان ايه؟ ما اعملش بالسكينه تاني، والله العظيم ما عملت بسكينه ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده هو شال كل حاجه ما شاء الله عليها. ديت يعني لو انت عندك بقى اللي هي جلدة الأنبوبة دي برضو حلوة برضو، يعني أنا جربتها مرة قبل السنة اللي فاتت بصراحة كانت تحفة برضو. بس احنا يعني ايه، اعتبروا ان احنا عاملين 2 كيلو ممبار، بس هو على فكرة ده نص كيلو ممبار على فكرة ماشي، اعتبروه 2 كيلو. بصراحة انا عملتهم في 5 دقايق، وانا واقفة كده على طول عملتهم. بقلب الممبار كده بالمية زي ما انتوا شايفين. اول حتة كده بقوم تانيها لجوه، وبعد كده ايه المية هي اللي بتقلبها لي بقى، بقوم مدخله الباقي بقى كده. بصوا الممبار يا لهوي فظيع، فيه كميه ماده لزجه كده بتبقى والله العظيم عايزه اقول لكم يعني فظيعه، مش هتشال اصلا بالسكينه بسهوله كمان. تمام، لازم تمشي عليها كذا مره. بصراحه الاختراع ده هو مش اختراع على فكره، يعني هو على فكره حاجات من زمان وعملتها كذا مره قبل كده، بس انا بعرفهم برضو للناس الجديده، يعني الجديده معايا وكده بعرفهم ان بصراحه الطريقه ديت احلى طريقه. بصوا بتنزل لي كل حاجه، كل حاجه في الممبار بتنزلها لي. بس كده هبتدي ان انا اعمل كل الكميه زي ما انتم شايفين اهون. بصوا يا لهوي على الكميه فظيعه. طبعا الحوض هيتنضف وكل حاجه تمام، يعني يتشال الماده اللزجه دي، يعني احطها طبعا في الزباله، عزكم الله وكده. والحوض هعقمه وكل حاجه تمام، متقلقوش الموضوع ده. بس هو الموضوع اللي كان قرفني بصراحه هو المنبر يتنضف، لان كان فيه كميه ماده لزجه كده وسخايه فظيعه بصراحه، يعني دي اللي كانت ايه. بصوا بصوا انا كده ظبطت الدنيا. هبتدي بقى اجيب كده ملح، اول حاجه بغسله بالملح. ماشي، مشي معايا بالخطوات، هتدوقي احلى ممبار دقتيه في حياتك من غير اي زفاره ومن غير اي حاجه خالص. انا بحب قوي قوي النظافه في الطيور او في اي حاجه.
ممبار، كرشه، بصراحه بحب النظافه جدا فيها. هبتدي ان انا اغسله كويس قوي بالملح. تمام، وهغسله بالدقيق. اهم حاجه الدقيق ده بيطلع اي ريحه زفاره واي ماده لزجه لو في لسه ماسكه فيها، يعني انا مش شايفاها وكده بتطلعه لي. هي والبيكربوناتو. هتشوفوا دلوقتي في خطوه البيكربوناتو بقى. بصراحه تحفه تحفه تحفه، يعني بتخلي لي الممبار كده ابيض شفاف وحلو قوي. هبتدي ان انا اغسله كويس جدا. تمام، وادخل فيه الميه من جوه برضو، وايه، واظبطه. اهم حاجه النظافه في الحاجات دي، اهم حاجه. سواء كرشه، سواء ممبار، سواء فشه، سواء اي حاجه، اهم حاجه النظافه. بجد في الحاجات دي بالذات، اللي بتبقى ريحه فيها ريحه كده نفاذه، طبعا بتتشال باللي انا باللي انا بقول لكم عليه ده، بالملح والدقيق والبيكربونات والليمون وكده. بس انا بغسله كل شويه ايه، اهم حاجه. والطبق اللي انا بغسل فيه اهم حاجه بغسله تاني عشان احط الممبار على نظافه، عشان برضو ما يقودش ريحه تاني من الطبق اللي فات. فاهمين؟ اه. هبتدي ان انا اغسله بقى بالبيكربونات. وما عنديش بيكربونات، تعملي ايه؟ عارفين الكيس اللي هو البيكنج باودر بتاع الكيك عادي، الكيك وكده، انتوا فاهمين؟ اي حاجه، اللي هو اسمه ايه، الكيك شيف، ماشي. او البيكربونات العادي، او اللي هو البتاع اللي هو العادي، انتوا فاهمين؟ بتحطي كده معلقه منه على الممبار. عايزه اقول لك والله العظيم بتفور كده الممبار، بتخلي الممبار كده ابيض فظيع. يعني بصوا، لو في اي ريحه او اي لون او اي حاجه بتخليه كده لونه ابيض وحلو قوي، شفاف كده وحلو، وبتشيل اي ريحه خالص في الممبار. تمام، هسيبه كده 5 دقايق، وهبتدي ان انا اغسله بقى واظبطه كده، عشان انقعه بقى في الليمون كده برضو لمده ربع ساعه، وبعد كده احشي بقى. تمام اهو زي ما انتوا شايفين، ما خدش مني وقت خالص وانا واقفه هو خالص، يعني ما خدش مني وقت. لو كان هياخد مني وقت كان هياخد مني وقت في السكينه. الناس بتجرده بالسكينه. تمام. الناس اللي بيجردوه بالسكينه ده انا بصراحه بتعور، والله العظيم بتعور، وكمان بتبقى بقعد كتير، بقعد فتره كبيره. اما بصراحه يعني الاختراع ده بصراحه والله العظيم نفعني جدا، اللي هو الازازه دي نفعتني قوي قوي قوي، خلتني اخلصه بسرعه. شايفين بقى الجمال؟ مفيهوش ولا اي حاجه خالص. بغسل بقى الطبق اللي انا هنقع فيه برضو ايه، بغسله تاني. بصوا اهم حاجه النظافه، اهم حاجه، بصوا اهم حاجه الميه الجاريه في الموضوع ده. بغسله تاني بالميه، وهبتدي بقى ان انا ايه، احط فيه كام ليمونيه كده، ليمونتين ولا حاجه، اهو زي ما انتوا شايفين، واسيبه بقى ايه مع نفسيته لمده نص ساعه كده. وبصي عمرك ما هتشمي ريحه زفاره، ولا عمرك هتشمي ريحه اي حاجه خالص. تمام، على ضمانتي، على ضمانتي. بصوا خد الطريقه دي على ضمانتي. بصوا النظافه، بصوا بيضت لي ازاي. اللي بيض لي كده الممبار هو البيكربونات والليمون، بصراحه بيقضي على اي حاجه. والدقيق طبعا، الدقيق بيخليه كده اي ماده لزجه لسه ماسكه في الممبار بيشيله بكل سهوله بجد. شايفين بقى برقبه ازازه هون، وعملنا احلى بص ممبار نضفناه في كل سرعه ب5 دقايق. يلا بقى، عايزه لايك كبير